هو ابويا لسه ما جاش يما. يجي ازاي يا حسين يا ابني؟ مش لما يشوف الاول اختك هنيه ليه زعلانه من جوزها، ويفوت بعد كده يهني الشيخ عبد الباري بعد رجوعه من الحج، ويفوت يطمن على فلان الله الله وعلان. الله الله الله. وهي الحاجات دي بتزعلك يما؟ يا ابني كل شيء وله حد. احنا لسه عندنا بنتين ما تجوزوش يا حسين، ولهم برضه حقوق عليه. وهو ابويا قصر مره في حق بنت من بناته؟ الراجل جوز سعديه وجوز هنيه جوازات محترمه، والاتنين متهنيين متعززين في بيوتهم. ولما يجي دور هانم وفاطمه تاكدي انه هيعمل المستحيل علشانهم رفضين. المستحيل اللي هو اهدى يا حسين والنبي يا ابني تسكت وتخلي اللي في القلب في القلب. يعني ما كانش يقدر ابوك بدل تضييع الوقت ده كله في اللي يسوى واللي ما يسواش يدور على مصلحته بس؟ انت تعرفي قبله ان كل اهل بلدنا بيحبوا ابويا قد ايه؟ ايوه اتغدينا واتعشينا من حبه. اللي اعرفه ان الناس تدور على اكل عيشها الاول، يعني الشيء الاهم، مش النهارده بيصلح فلان وبكره بيجهز فلانه وبعده. وهو ابويا قصر؟ ده بيشتغل ليل ونهار في الغيط بايده. ايده دي اللي كلها خير وحب الناس له ثروه ياما. وابويا انسان وهب نفسه لخدمه اهل بلده. ربنا بس يطول لنا في عمره. طيب طيب يا سي حسين، وانت يعني كنت هتقدر تمنعه ولا تقول له اللي لازم ينقال؟ امنعه ازاي بس؟ إيه اللي امنعه دي كمان؟ تعرف ياما، انا لما بمشي في البلد ببقى ماشي وراسي مرفوعه لفوق. انت ما عندكيش فكره قد ايه الناس بيعزونا ياما. ما هو ما فيش فايدة، أنا عارفة. انت وابوك فولة واتقسمت اتنين. ها ما قلتليش هتاخد معاك شوية الفطير المشلتت دول؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ده انا وانا في مصر ببقى اكل القرص اللي كنت عملتها لي الدور اللي فات، فاكراهم؟ أنا وانا باكلهم ادعي لك ياما أنا والله. عاملة لك الدور ده شوية كتار عشان تودي البيت عمك عبد المحسن أبو سامية كام واحدة كده. الحقيقه يا اما ساميه كانت مبسوطه من المنين اللي بعتيه لها بشكل. ولما شافني الاستاذ عبد المحسن الراجل بمنتهى الادب واللطف قال لي المنين ده احسن من البسكوت. يا سلام، الناس دول ما فيش بعد كده. يا ريت يا ريت يا ابني يا حسين ربنا ينوي لك اللي في بالك. ما اظنش ياما. صحيح ساميه زميلتي في الكليه وبيننا وبين بعض تفاهم ومودة، لكن عمري ما فكرت انها تكون ليا في يوم من الايام. ليه يا ابني كفل الشر؟ هو انت تقل ايه عن اي واحد من اخواتي؟ صحيح احنا ناس على قد حالنا لكن ده مش عيب. اذا كان على سامية وابوها ما عندكيش فكرة انا مكانتي عندهم ازاي.